اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم ايتن عبدو. بعتذر جدا على الفترات الكبيرة اللي انا منزلتش فيها فيديوهات، على الرغم ان انا حرفيا عندي فيديوهات كتير جدا، بس والله غصب عني بسبب الاحداث اللي بتحصل في فلسطين وفي غزة. انا ما عنديش القدرة صراحة ان انا كنت اسجل، ولا ازال والله انا بحاول ان انا اجاهد مع نفسي ان انا انزل، يعني لولا طلبات العرايس واهل العرايس ان انا انزل فيديوهات شوقهم، لولا ما انا يعني بحاول ان انا انزل فيديوهات. فاعذروني واسفه جدا لكل اهل فلسطين، ربنا يرحم موتاكم جميعا يا رب، ويصبر قلب كل مبتلي، وربنا يأجركم على كل حاجه ابتليتوا بيها وصبرتوا عليها، ربنا يأجركم عليها. واسفه جدا لعروستي النهارده ان انا بادئه معاها الفيديو كده. شقة عروستنا النهاردة شقة بسيطة جدا وذوقها بسيط، أصلا العروسة نفسها مش بتحب المبالغات في أي شيء، فهتلاحظوا من حاجاتها ومن أذواقها قد ايه أذواق الشقة عندها كانت بسيطة جدا وفي نفس الوقت راقية. الريسبشن عندها بما ان هو صغير فوظفته بشكل مناسب لأولوياتها واستخدامها. هي طبعا كانت جايبة حاجات نيش ومطبخها صغير، فاضطرت ان هي تجيب نيش، وحطت الركنة ومقابل ليها عملوا مكتبة شاشة تحط فيها الشاشة، وجنب جنب الركنة على طول اتحط نيش جرار ضرفتين. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحاجة فيه كانت بسيطة، ما كانتش حابة تحط مفارش. حطيت في اول رف طقم شربات ودخلت معاه كاسات لونها جولد، تاني رف حطيت ما شاء الله برضو طقم شربات ودخلت معاه كاسات كريستال سادة. الرف اللي بعده حطيت فيه طقم جاتوه ودخلت معاه طقم كاسات. تحت بقى حطيت جزء من الطقم الصيني زي ما انتوا شايفين اللي هو الخاص بالشاي والقهوة، وكان عندها الطقم الاسود ده وزعته لها كده على الرفين اللي تحت الطقم الصيني. هما طبعا الطقم الاسود ده مش ظاهر من الازاز بتاع النيش لان في جزء تحت خشب. اما الضرفة التانية هنا حطيت طقم الخشاف فوق لان الخشبة اللي فوق عريضة، فهداري على الحاجة اللي ارتفاعها عالي بمعنى أصح، فحطيت لها طقم الخشاف ودخلت معاه طقم كاسات لونه سيلفر بما ان الألوان ماتشنج مع بعض. دخلت هنا طقم شربات سادة كريستال ودخلت معاه كاسات لونها جولد. هنا حطيت طقم الشاي والجاتوه بقيته في الجنب ده ودخلت معاه كاسات لونها جولد. وهنا بقى حطيت بقية الطقم الصيني كامل ودخلت معاه بعض الكاسات اللي لونها سيلفر عشان هو اصلا داخل فيه لون السيلفر. فقولولي كده ايه رأيكم في تنسيق النيش او في ترتيب الحاجة اللي في النيش يعني. ربنا يبارك لعروستنا ولعريسنا يا رب في كل حاجة عندهم. هنا على الترابيزة حطينا طبق التسالي ده وحطينا فيه الحلويات، وحطينا بقى الفازة القمر دي ما شاء الله تفاصيلها جميلة، وهي جايباها من محل اصلا انا بحب حاجته جدا. ودخلت معاه ورد بسيط زي الورد اللي بيبقى في البوكيهات، مش فاكرة مسماه بصراحة. مقابل للريسبشن معانا هنا المطبخ. المفروض ان الستار عندها كان فيه مشكلة في الحيطة، كانت والله في الغرف وكمان في المطبخ. انا عايزه اقولكم ان المطبخ ده وقع على المساعدين اللي معايا وهم بيفرشوا في المطبخ بعد ما اتعلق على طول، وبعد ما ترص فيه بعض الاشياء يعني بعض الاجزاء منه اترصت. الضرفه اللي هي اللي ورانا على طول دي كانت اترص معظمها. بقى شايلين المطبخ وبنحاول نفضي الحاجه اللي في المطبخ بسرعه قبل ما المطبخ يقع بالحاجه وتتكسر. والحمد لله ان محدش تضرر من اللي كانوا واقفين ساعتها. ف يعني قدر الله ما شاء فعل. نصيحة مني لأي عروسة تعلقي مطبخك لو الحيطانة عندك فاضية أو الحيطان مش ماسكة نفسها شوية، حاولي تجيبي زاوية زي حرف ال كده بتتحط في المطابخ من تحت، بحيث ان هي يبقى المطبخ متثبت من فوق ومتثبت من تحت عشان الحمل اللي بيكون موجود في المطبخ. ربنا يا رب يبارك لعروستنا في كل حاجة عندها، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كانت المطبخية يمكن بعيدة شوية عن مكان الحوض، حطينا فيها بقى الأطباق زي ما انتم شايفين والكوبايات والكوبايات شاي وقهوة استخدامها اليومي. هنا الكاسات والكوبايات اللي ممكن تقدم منها للضيوف. تمام زي ما انتم شايفين لو خدتوا بالكم في حتة كده حرف ال زي ستاند كده معلق، ستاندين عليه المطبخ من تحت. في الضرفة دي وزعنا بلاستيكات، وزعنا صواني فرن، بس طبعا كان في بلاستيكات حجمها كبير زي ما انتم شايفين ما كانش ليها مكان الا ان احنا نحطها تحت الحوض مضطرين. بس تخلوا دايما الاوبشن ده اخر اوبشن بالنسبة لكم او اخر اختيار، لان بيبقى برضو الحوض بيبقى فيه ريحة من الصرف بتاعته، فما ممكن البلاستيكات نفسها تتأثر من الريحة دي. طبعا الأدراج وزعنا فيها الرفايع اللي هي هتحتاجها من حيث معالق سكاكين حاجات الخاصة بالبوتاجاز. تمام زي ما انتم شايفين كده.
بالشكل ده. هي ما شاء الله الوحدة كان فيها 4 أدراج، ما شاء الله كان عندها رفايع كتير. طبعا الرخامة كانت صغيرة فحاولنا نوظفها على قد ما نقدر. البوتاجاز بتاعها هنا كان زانوسي، مقابل البوتاجاز على طول كان غسالة الملابس. معنا هنا غرفتين، غرفة اللي في الشمال دي غرفة أطفال، والغرفة اللي المقابل لينا غرفة النوم. عملت لها الطوق ده كده على باب غرفة الأطفال، دمجت فيه بين اللولي وبين الورد اللي لونه اوف وايت، وداخل فيه تاتش أصفر كده بسيط. يعني حبيت ان هو يكون فاتح وشكله مبهج لأن الباب نفسه أصلا لونه غامق. تعالوا كده ندخل نتفرج على الغرف. عايزة اقولكم الستاير نفسها يعلقوا الستاير بتقع، يعلقوا يعني اللي هي الرباط اللي بيربط الستاير او القطعة اللي بتلم الستاير دي برضو كل ما يخرموا في الحيطة ويحطوها تروح واخدة الحاجة واقعة. فكانت في مشكلة عندها جامدة في الموضوع بتاع الستاير. حتى هتلاحظوا لما ندخل غرفة النوم ان في ستارة اصلا مش متعلقة اصلا وموجودة على السرير. السراير نفسها كان شكلها رايق جدا وبسيط، المفرش كان الكنار كده هادي وراقي ومفهوش اي سترس للعرايس اللي ما بتحبش الحاجات اللي فيها لمعة. شكل المفرش ده قد ايه بسيط وكان جميل يعني. في الرف الاولاني فوق حطيت هنا بطانية وحطيت جنبه لحاف، وبما ان عروستنا بتحب الحاجات البسيطة والراقية كان شكل اللحاف نفسه رسمته كانت رقيقة. حتى الملايات برضو الشغل اللي فيها كان بسيط. حطيت لها هنا ملايات مع بعض الفوط، وتحت حطيت الدفايات بتاعة الأطفال، وتحت هنا حطيت برضو ملايات ودفايات. وده كان الشكل اللي عامل الفرش بتاع الدولاب. ما كانتش حابة خالص فكرة المفارش، حتى لو لاحظتوا برضو في النيش برا ما كناش حاطين. هنا بقى حطيت البطانية وحطيت برضو نفس اللحاف. حطيت هنا بقية الملايات ومعاها جنب الفوط، وهنا حطيت الدفايات ومعاها كوفرتا، وتحت هنا حطيت بقية اللحاف الخاص بغرفة النوم. مكانش ليه مكان يعني جوه، فانا وظفتهم لها هنا في الرف ده. لو حابة تستخدمهم مع اللحاف جوه يبقى سهل عليها ان هي تسحبهم. وده كده كان الشكل العام للفرش بتاع دولاب غرفة الأطفال. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض ندخل نتفرج على غرفة النوم بكل تفاصيلها. ربنا يبارك لها في كل حاجة عندها يا رب. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كده كان شكل الطوق اللي انا عملته لها على باب غرفة النوم. دمجت لها فيه الشغل الاستراس السيلفر مع الفروع الورد السيلفر. هوريلكم برضو انا دمجاه بناء على ايه برضو، يعني لحد ما ربطته مع حاجة عندها في الغرفة. ده كده الشكل العام للغرفة بتاعة النوم. طبعا اللي موجود على السرير ده ستارة. الغرفة كان شكلها بسيط جدا ورقيق، وبرضو المفرش بتاعها كان شكله بسيط. السجاد برضو دمجة الألوان اللي موجودة عندها في الغرفة نفسها. ده كان شكل التسريحة. ما كانتش حابة تحط مفارش على التسريحة ولا على الكومود، ومكانتش حابة تبقى فيه مبالغة على التسريحة. رصت لها بس الصينية دي نفس اللون السيلفر اللي لو فاكرين اللي كان موجود في الطوق، وحطيت فيها البرفانات بتاعتها. تعالوا نفتح الدولاب ونتفرج على محتويات الدولاب. قد ايه ما شاء الله كان ذوقها بسيط جدا ورقيق. ربنا يبارك لها في كل حاجة عندها يا رب. حتى في اختيار التزيين كانت عايزة هي أبسط حاجة، حاجات يكون فيها كتان، يكون فيها خيش. كنتش حابة التزيين الدواليب يكون فيه حاجة فيها لمع أو فيها سترس. تحت هنا حطيت لها البطانية دي وجنبها دفاية، ولفيت على الدفاية شريط فرو بسيط. وهنا حطيت البطانية دي وحطيت عليها شريط كتان، وعلى الدفاية حطيت عليها شريط ستان مع شريط خيش. هنا بقى حطيت الفوط زي ما انتم شايفين بالشكل البسيط ده، وهنا حطيت لها الملايات اللي هتستخدمها، وفي النص حطيت كوفرتا وربطتها بشريط ستان وعليها شريط خيش خفيف. ونفس الفكرة عملتها في اللحاف اللي فوق. وده كان الشكل العام للفرش بتاع الدواليب. قد ايه كان بسيط ورقيق. وعلى فكرة انا بعرف ذوق العروسة اذا كان راقي في اختياراتها من لبسها، يعني من قبل اللبس كمان من المفروشات بتاعتها. يعني لما بدخل كده واشوف شكل او ذوق المفروشات ببدأ ان انا افهم دماغ العروسة دي بتميل لايه. بتميل للحاجات اللي هي فيها شغل كتير وتفاصيل كتير، او بتميل للبساطة وتميل للحاجات يعني التاتشات الرقيقة والحاجات البسيطة. فالحاجات دي هي اللي بتبدأ تحدد معايا هبدأ اعمل ايه مع العروسة. وبكده خلاص الفيديو معانا خلص. اتمنى ان انتوا تدعوا العروسه دعوه حلوه ان ربنا يبارك لها في حياتها ويبارك لها في شقتها وفي زوجها ويرزقها قادر يا كريم يا رب بذريه صالحه من العرايس المحترمه جدا والله اللي انا اتعاملت معاها
وكان يوم على قد ما كان فيه صعوبات من ناحية الستاير والمطبخ، على قد ما هو كان خفيف بيها وبأخلاقها وبأخلاق أهلها. ربنا يرزقهم جميعا بالخير يا رب. كان معاكم أيتن عبدو، صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.